الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فاللهم لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من آداب تلاوة القرآن الكريم العمل بالقرآن، وهذا هو السر والغاية من إنزاله. فنحن الآن الحمد لله نقرأه، ولكن قليل من يعمل بهذا القرآن الكريم. والعمل بالقرآن يعني ذلك بتحليل حلاله وتحريم حرامه، والوقوف عند نهيه والامتثال بأمره، والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وإقامة حدوده وحروفه. هذه الغاية. جميل أن نقرأ، ولكن الأجمل أن نطبق ما جاء في هذا القرآن الكريم بتحليل حلاله، بتحريم حرامه، بتنفيذ أوامره، بترك نواهيه، العمل بمحكمه، الإيمان بمتشابهه، إقامة الحروف والحدود على حد سواء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة هو العمل بالقرآن الكريم. فتشاهدون اليوم وتلاحظون أن الكثير من المسلمين الحمد لله، وبالأخص في هذا الموسم في شهر رمضان، يعمدون إلى المصاحف فيقرؤون كلام الله. هذا يفرحنا ويسعدنا، والحمد لله الذي وفقنا لقراءة كتابه. ولكن الأجمل كله عند الله أننا نعمل بما نقرأ. ولقد ورد نهي شديد ووعد أكيد ووعيد أكيد في من أتاه الله القرآن ثم لم يعمل به. فقد جاء من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، قال: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، هكذا مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. فقلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: من هذا؟ أي قال: قلت من هذا؟ النبي يقول لجبريل وميكائيل: من هذا؟ قال: انطلق. ثم بين له ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن. انتبهوا، رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. شفت الجزاء نتاع الإنسان اللي تعلم القرآن وقرأ القرآن ولم يعمل به؟ يجلس على قفاه، ورجل رافد حجرة يضرب بها الرأس نتاعه، يتفلق هذاك الرأس، سبحان الله العلي العظيم. وبعدين يعاود يلتئم ذلك الرأس من جديد، يعاود هذاك الملك يضربه على رأسه. قال: لماذا؟ من هذا؟ لماذا يشدخ رأسه؟ قال: فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، كسلان لا يقوم به الليل ولا يقرأه بالليل. قال: ولم يعمل فيه بالنهار. هو يقرأ القرآن لكنه لا يلتزم، لا يستجيب، لا ينفذ، لا يطبق، يمر على الآيات مر الكرام فيفعل به إلى يوم القيامة. جماعة اللي راكم تقرأوا القرآن وبالأخص في رمضان يجتهدون ويطلبوا الختمة وختمتين وثلاث ختمات،
هذا والله غير ما شاء الله يعني عمل صالح تثابون عليه، ولكن ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقرأ بتدبر ونتذكر. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا يكون التذكر إلا بالتدبر، لا يحصل هذا إلا بهذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قراءة وتدبر وفهم وعمل يقربك إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. والله أسأل لي ولكم الهداية، وأن يعيننا على قراءة القرآن وعلى تفهمه وعلى تدبره وعلى العمل به. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.